في الساعات الأخيرة ضجت مواقع التواصل بخبر مفاجئ يقول إن وليد الركراكي أصبح قلقاً على مستقبل نجمه الأول في المنتخب الوطني أشرف حكيمي بعد لقطة بكائه المؤثرة أثناء استلام الجائزة الفردية الأخيرة. المشهد هز جماهير المغرب والعالم. لاعب عالمي قوي صلب معروف بثقته الكبيرة ينفجر بالبكاء أمام الجميع. لحظة إنسانية حيرت الكثيرين. هل هو ضغط، تعب أم شيء أعمق؟ وحسب ما يتداول فالركراكي يتابع حالة حكيمي عن قرب ويخشى أن يكون اللاعب يعيش ضغطا نفسيا كبيرا بسبب التزاماته مع النادي والمنتخب، بالإضافة إلى حياته الشخصية التي أصبحت تحت الضوء بشكل مستمر. مصادر مقربة تقول أن المدرب يرى في حكيمي قلب المنتخب وروحه، وأن أي تراجع نفسي قد يؤثر عليه وعلى المجموعة كلها. لكن الحقيقة المؤكدة هي أن العلاقة بين الركراكي وحكيمي علاقة ثقة واحترام كبير. المدرب دائما يردد: حكيمي ليس مجرد لاعب، حكيمي مشروع أسطورة مغربية. هل كانت دموع حكيمي رسالة؟ هل سيعود أقوى؟ وهل فعلا يخاف الركراكي من تأثير الضغط على نجم المغرب الأول؟ الجواب سنعرفه في قادم الأيام، لكن المؤكد أن المغرب كله يقف خلف أشرف حكيمي ويدعمه في كل لحظة.